في فيديو اتكلمنا عن فكرة البرودكت ماركت فيت، اتكلمنا عن ازاي لو انت عايز تبني منتج انزل السوق وبص على العميل بتاعك ايه شكل المشكلة اللي بيعاني منها، وهل هو فعلا مستعد يدفع فلوس مقابل انك تحل له المشكلة دي ولا لا. طب دلوقتي لو انت مثلا ما عندكش اي علاقة بالعميل اللي انت عايز توصل له، هتعمل ايه؟ شوف مشكلة صغيرة جدا العميل دوت بيعاني منها، وانت عندك السكيل انك تحلها، وتواصل معاه وحلها له ببلاش في مقابل ان هو يديك فيدباك على البرودكت اللي انت عايز تبنيه. انا عارف ان في ناس كتير جدا وخصوصا شباب بيستخسروا اي مجهود او اي مهارة من غير اي مقابل مادي. صدقني في حاجات كتيرة اعظم من الفلوس. المعلومات اللي انت هتجمعها في الفيدباك دوت هتخلي وانت بتبني البرودكت احسن واسهل بكتير جدا، وتخلي الموضوع ينتشر احسن واسرع، لانك كده كده بنيته بناء عن البين بوينتس او عن نقط ضعف عند العميل، فهو اصلا هيكون مستنيك انت بالاخص تبني له الحاجه ديت. ما تستخسرش تحط وقتك ومجهودك او سكيل عندك في انك تاخد معلومات بس. دي الحاجه اللي دايما بفكر فيها، شوف المشكله اللي ممكن تحلها له من غير ما تكلفك انت فلوس في مقابل المعلومات اللي اديها لك.